الفترة اللي فاتت وزارة الداخلية قبضت على عدد مرعب من الناس اللي بيعملوا لايفات على التيك توك. مداهم، أم مكة، أم ساجدة، سوزي الأردنية، شاكر، وكمان علياء كاميرون. كل دي ناس وأكتر بكتير قبضت عليهم وزارة الداخلية الفترة اللي فاتت، والموضوع اتحول رأي عام يا جماعة. كل دول اتقبض عليهم والموضوع اتحول لرأي عام. السؤال هنا، هل الناس اللي اتقبض عليهم دول في منهم مظلومين ولا مش مظلومين؟ وكمان السؤال اللي احنا بنسأله، الفترة الجاية ايه اللي هيحصل؟ هل هو وقت بيضيع بعد كده هيرجعوا لحياتهم الطبيعية ولا كأن حاجة حصلت، ولا هيتخذوا قدامهم قرار بالسجن؟ يلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل. هنحلل معاكم الموضوع اللي داير في مصر حاليا، اقول لكم يا جماعة وجهة نظري فيه، وكمان هنقول هل في حد مظلوم ولا كلهم مش مظلومين ولا ايه اللي بيحصل. الموضوع بدأ بواحدة اسمها مروة، طلعت قالت ان هي بنت الرئيس، اتهمت ثلاثة بتجرد الاعضاء: ام مكة وام ساجدة ووفاء عامر. اكذب عليك، اغلب الناس وانا واحد منهم كنا مفكرين ان الموضوع كنا واخدين ان الموضوع ده تافه وبنتفرج عليه كده وخلاص، ولكن شكل الموضوع ده هيبقى صح. لكن الاحداث اللي كانت بتطلع بعد كده ما تدلش على ده خالص. طلع محامي بعد كده وقال لك ان انا قدمت بلاغات في عدد كبير من صناع المحتوى لانهم بيقدموا محتوى خادش للحياة، زي شاكر، زي مداهم، زي عبد العاطي، زي سوزي الأردنية. المحتوى مش كويس وخادش للحياة، فليه حق بصراحة ان هو يقدم فيهم البلاغ. بقى يا جماعة لسه بنستوعب في ايه، لقينا ام مكة اتاخدت شوية، لسه ما فوقناش من الصدمة ام ساجدة شوية، كمان شاكر شوية، مداهم. كل التيك توك عمال يتاخد شوية أكتر، تلاقي سوزي الأردنية. تقريبا سوزي الأردنية بتيجي أي حد بيتسجن بياخدوا معاها سوزي الأردنية، أي قضية بياخدوا معاها سوزي الأردنية. مش عارف ايه اللي بيحصل بجد مع سوزي الأردنية. كده بقى كسحوا التيك توك. علياء قمر، المداهم، شاكر، كل دول اتاخدوا. يحزن بقى يا جماعة الحاجات اللي اتمسك بيها الناس بعد ما اتاخدوا من وزارة الداخلية. اللي اتمسك بيها الناس دي، يعني مثلا شاكر اتمسك معاه ايس، مع سلاح غير مرخص ومعاه مخدرات. مداهم برضه معاه عملات أجنبية، مخدرات وأيس. المفروض إن أنت تكون عارف إن كل الناس بتوع تيك توك بيغسلوا الأموال. بعد على طول مداهم مين اللي اتمسك؟ بعديها على طول شاكر اللي اتمسك. بس قبل ما نقول إيه اللي حصل لشاكر، تعالوا نشوف شاكر عمل إيه. شاكر اول ما المداهم اتمسك وعلياء كاميرون وسوزي وكل الناس دول اتمسكوا، طلع وعمل لايف وقال لك ان شاكر حاجة تانية وان شاكر ما بيعملش اي حاجة غلط وكل الحاجات ديت. وكمان حط موسيقى الباشا تلميذ كأن هو اللي ساعد الشرطة في ان هم يقبضوا عليهم. حرفيا يا جماعة ما عداش كام ساعة على اللايف اللي كان فاتحه وخدوه هو كمان، ولقوا معاه السلاح الغير مرخص والايس والمخدرات اللي كان بيبيعها. اللي الناس دي تستاهل اللي حصل لهم ولا لأ؟ أنا من وجهة نظري هم يستاهلوا بصراحة، وأنا مش بشمت في حد، وأنا مش ف... وأنا مش بشمت في حد، ولكن هم يستاهلوا فعلا. دي لو أنت تعرفهم هتعرف إن هم بيقدموا محتوى زبالة. كل المحتوى قايم على حاجات قلة أدب وقرف. أنت أي لايف تشوفه لشاكر، لمداهم، للناس دي كلها، اللايف كله مبني إن إحنا هنطلع نجيب بنات نقعد معاهم في اللايف، يتكلموا كلام مش كويس، يتشهروا، يجيلهم تكبيس، يجيلهم دعم، ياخدوا الدعم يعملوا بيه غسيل أموال، والموضوع داير كده كله في التيك توك. يا جماعة كل لايفات تيك توك عبارة عن كده بقالها أكتر من سنتين أو ثلاثة، والخطوة جت متأخر، ولكن الحمد لله إن الخطوة جت. والحمد لله إن والحمد لله إن الحكومة خدت موقف تجاه الناس بتوع التيك توك دول كلهم اللي بيفتحوا لايفات، والحمد لله خدوهم كلهم. هنيجي بقى للايه هنيجي بقى للموضوع بتاع الحلقة، وهو هل هو شوية وهيطلعوا، ولا فعلا هياخدوا قدامهم حكم وهيقعدوا مثلا سنة أو سنتين، أو هيصدر قرار عليهم؟ تعالوا بقى نتكلم يا جماعة. طبعا ناس ممسوكين عشان بيقدموا محتوى خادش للحياة، كانوا يحققوا معاهم ويشوفون بيعملوا كده ليه او كده، ممكن بيطلعوا مثلا او كده. ولكن المشكلة في الحاجات اللي بيتمسكوا بيها مع اللي هم واخدينهم بيه. بيتمسكوا، ولكن يا جماعة بيلاقوا معاهم ايه؟ يعني شاكر لقوا معاه سلاح غير مرخص، وده تهمة لوحدها، ده تهمة تدخله السجن اصلا. وكمان لقوا معاه مخدرات وايس. كمان مداهم برضه حصل معاه كده، لقوا معاه العملة الأجنبية، ودي تهمة برضه لوحدها.
وكمان لو معاه مخدرات وايس. فمش المشكله في ان هو بيتمسكوا في الحاجات دي، ده بيتمسكوا معاهم حاجات تانية. فالحاجات التانية دي اصلا كفيله ان هي تدخلهم السجن. فالناس اللي كانت بتتكلم عن ان هم شويه وهيطلعوا ولا هيدخلوا السجن، هم دلوقتي على ذمه التحقيق. ولكن اللي انا اتوقعه ان هم ممكن الحكومه تتخذ عنهم قرار وتدخلهم السجن. ده اللي انا بقوله يعني، او ده اللي انا متوقعه. كل واحد يتوقع اللي هو عايزه يعني. هنتكلم يا جماعة دلوقتي عن سوزي. سوزي واحدة خدوها في السجن، لقوا معاها 15 مليون جنيه أو 10 مليون جنيه. ال10 مليون أو 15 مليون دول لقوها معاها، ومش لاقيين ورق يثبت إن ال15 مليون جنيه دول سوزي جابتهم منين. وسوزي مش راضية تعترف هي جابت الفلوس دي منين. فطبعا مفيش مصدر للفلوس، يبقى أكيد الفلوس ديت كانت جايباها من حاجة مش قانونية. فاكتشفوا بعد كده ان الفلوس اللي مع سوزي كلها دي كانت شغاله في غسيل الاموال. طبعا غسيل الاموال دي تهمه كبيره جدا جدا جدا. وطلعت ايه؟ وطلعت ام سوزي تتكلم تقول ده بنتي بتاخد مني الفلوس، وازاي تكون بتاخد مني المصروف او بتاخد مني الفلوس كده اول باول وهي معاها 15 مليون جنيه او 10 مليون جنيه في البنك وانا معرفش. ده كان زمان انا طلعت من الشغل. قالت كده بالظبط. قول لي سوزي جابت الفلوس دي كلها منين؟ هقول لك. الموضوع اللي داير بقى يا جماعه واللي الناس كلها ما كانتش فاهماه هو الدعم اللي بيجي لهم ده بيجي لهم من مين؟ هل انت تعرف؟ لا. تعالى نتكلم بقى. الدعم ده يا جماعة بيجي لهم عن طريق الناس اللي هم بيشتغلوا معاهم في غسيل الأموال. واحد دلوقتي ادالك 5 مليون جنيه، انت دلوقتي معاك 5 مليون جنيه دي مفيش مصدر ل5 مليون جنيه دي، فعمرك ما هتقدر تصرف منه جنيه واحد، لأن بعد كده هيقولك من أين لك هذا. فأنت دلوقتي بتعمل حاجة خرافية جدا، إن أنت تدي ال5 مليون جنيه ديت للداعمين. ان انت بتدي ال5 مليون جنيه ديت للتيك توك. التيك توك بيرجعهم لك 3 مليون جنيه صافيين. طب بيرجعهم لك فين؟ طب انت هتقول انت خسرت 2 مليون جنيه. الاتنين انت اصلا ما كانش معاك فلوس، انت اصلا ما كانش معاك فلوس، فلما معاك 3 مليون جنيه انت تبقى طاير من الفرحه. فدلوقتي ايه اللي بيحصل؟ التيك توك بياخد ال 3 مليون جنيه دي يوزعهم على الداعمين اللي هم المفروض بيدعموك على بثات التيك توك، يخليهم يبعتوا لك ال 3 مليون جنيه ديت على شكل اسد وحوت وزرافه والحاجات اللي بيقعدوا يبعتوها ديت. فانت كده كانك جالك دعم من التيك توك. فلما يجيلك دعم من التيك توك كده الفلوس بقى اصبحت بتاعتك، والتيك توك خد له 2 مليون، فالتيك توك استفاد وانت استفدت بال 3 مليون اللي انت اصلا ما كانش معاك فلوس. فانت كده استفدت 3 مليون جنيه صافي، تقدر بقى تجيب بيهم عربيه، تقدر تجيب بيهم فيلا، تقدر تجيب اللي انت عاوزه. وتبقى انت كده استفدت والتيك توك استفاد. فبصراحة كان حوار وداير علينا كلنا، احنا كلنا ما كناش نعرف كل اللي بقى التيك توك كان بيتفق مع الناس ديت بالبق كده. لا طبعا التيك توك مديك خاصية ان انت تقدر تدي لحد فلوس اللي هم الداعمين، وتديهم الفلوس هو بياخد منك نسبة من الفلوس. فلما الفلوس تكون ضخمة جدا بياخدوا نسبة كبيرة برضه. فعشان كده لما قلت لك 5 مليون هياخدوا 2 مليون ويدوك 3 مليون، انت اصلا ما كانش معاك فلوس، فانت بترضى بال 3 مليون وتقول مش مشكله، وتديها للتيك توك يديها للداعمين. وده فعلا موجود يا جماعه، وكل الناس دلوقتي بتعمل كده وبتغسل اموال عن طريق التيك توك. والتيك توك اصبح مزبله للناس كلها. كانت عارفه وعارفين ان ده خزي وعارفين ان ده خزي وعارفين ان ده غسيل اموال، ولكن الخطوه جت متاخر، ولكن الحمد لله ان هي جت. بس كده. متنسوش تحطوا لايك وانتظرونا في فيديوهات كتير بعد كده نكشف فيها الحقائق وبس كده. سلام عليكم.